السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناه زهيره شيماء. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم قرملو بالفواكه الجافه وحرشه ديال الماء، جوج ديال الوصفات اللي كينفعونا بزاف في ضياف الغفله. جوج ديال الوصفات اللي هما اقتصاديين وساهلين وبسرعه كيوجدوا. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. اول حاجه غادي نبدا معكم بها هي قرملو. غادي نحضر معكم قرملو. عندي هنايا واحد راس معلقه ديال الملح، عندي بيضه بحراره المطبخ، عندي كاس ديال الزيت، كاس معامرش مزيان، العبار هنايا بكاسه العنبه، عندي نص كاس ديال السنيده، صافي. كنخلط هاد المكونات غير بالخلاط اليدوي، كنخلطهم مزيان حتى كينسجم ليا هذاك الزيت مع السنيده. صافي هنايا من بعد ما تخلط ليا الخليط كيولي ليا على هذا الشكل كما شفتوا معايا. عندي هنايا الدقيق، غادي نزيد الدقيق ونزيد واحد الخماره وزن 7 غرام. صافي كنحيد هنايا الخلاط وكنبدا كنخدم غير باليد ديالي، كنجمع هاد العجينه بحال الشكل ديال الصابلي، ما كندلكوهاش، كنجمعو غير بالاصابع ديال اليد ديالنا. كنبقى كنضيف الدقيق شويه بشويه وكنجمع بالاصابع ديالي، ما كندلكش العجينه. كتجي هاد العجينه كتجي بحال العجينه ديال الصابلي وكتكون هشيشه. صافي كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنحصل العجينه تكون رطبه وما كتبقاش كتلصق في اليد كما غادي تشوفوا معايا. بالنسبه لهاد قرملو البنات راها زوينه وساهله، يعني دغيا كتوجد على ما تعمري اتاي، كتكون موجوده كتنفعنا في ضياف الغفله. صافي هنا ما جبعت العجينه ديالي كما شفتوا معايا، كيكون هذا هو القوام ديالها، كتكون مجموعه ما كتبقاش تلصق في اليد وكتكون رطبه. صافي هنا غادي نجيب واحد المقله اللي كنكون دهناها بالزيت ورشاها بالدقيق، غادي نحيد منها واحد شويه تقريبا قد المشماشه، غادي نديرها في الاخير. صافي وكنبسط هذيك العجينه في المقله ديال المقله الثقيله اللي كنطيبوا فيها المسمن. الا كانت عندكم المقله ما كتلصقش دهنوها غير بالزيت. انا هنايا المقله ديالي مع كنطيب فيها الحرشه بزاف بحال تجرحات ليا كنقطعها بالموس وتجرحات ليا ولات كتلصق ليا بحال هكا. كانت شي عجينه كتكون مدهونه غير بالزيت كتلصق ليا شويه، داكشي علاش درت لها الدقيق. الا كانت عندكم مقله ما كتلصقش ديروا لها غير الزيت. صافي هنا من بعد ما كنبسط هذيك العجينه كنجيب هنايا الكونفيتير ديال المشماش، الكونفيتير اللي كيكون سائل البنات ديال الحلوى ماشي ديال الاكل. صافي ندهنها مزيان بالكونفيتير. اللي ما عندهاش كونفيتير دير العسل حتى هو كيجي فيها زوين. هنايا غادي نجيب واحد شويه ديال الكوك وكنرشوا عليها من الفوق. ممكن ديروا اي فاكهه جافه البنات متوفره عندكم ممكن ديروها. هنايا عندي شويه ديال الكاوكاو محمر ومهرمش وفسخت ليه القشره، غير شي حبات اللي بقات فيهم القشره ماشي مشكل. وعندي شويه ديال اللوز مهرمش، ما محمر ما والو، غير عادي. اللوز كيتحمر لينا في الفران. بالنسبه للكاوكاو ضروري خاصو يكون محمر. صافي هنايا هرمشتهم شويه وزدتهم على داك الكوك. غادي نزيد شويه ديال زرع الكتان، شويه ديال الشوفان، شويه ديال الجنجلان اللي غير منقيين ما محمرين ما حتى شي حاجه، كيتحمروا لينا في الفران. كما قلت لكم البنات ممكن ديروا الشوكولات، ممكن ديروا التمر، ممكن ديروا الكركاع، ممكن ديروا الزريعه، اي حاجه متوفره عندكم ممكن ديروها. هاد قرملو اي حاجه درتيها فيها كتجي فيها زوينه. صافي هنايا كنضغط باليد ديالي على هاد الفواكه باش تشد ليا في هذيك العجينه وما تبقاش تحتحت ليا مني الطيب. صافي كنجيب هنايا ديك الكويره ديال العجينه اللي نقصت، غادي نزيد عليها شويه ديال الطحين حتى كنقصحها وكتولي تحك ليا في الحكاكه. صافي كنحس بها صافي ولات ناشفه. صافي كنجيب هنايا الحكاكه وكنحك عليها من الفوق بحال كتجينا بحال الشكل ديال الفرomاج محكوك من الفوق، وفي نفس الوقت كتشد لينا دوك الفواكه الجافه باش كيبقاو ثابتين. وكما قلت لكم كيجي الشكل ديالها زوين. غادي ندخل الفران اللي كنكون مسخناه من قبل، كنشعل عليها غير من التحت عافيه تكون مهيله حتى كتحمر ليا من التحت وكتبان ليا بدات كتحمر من الجناب. صافي كنعرفها راه تحمرات من التحت كنهبطها للتحت ونخلي لها العافيه من الفوق. صافي كنخلي عليها العافيه من الفوق حتى كتبان ليا راها تحمرات وهذوك الفواكه تحمروا ليا مزيان وذهبات. صافي كندوز مباشره كنقطعها وهي باقا سخونه.
غير كنخرجها من الفران كنقطعها، ما كتخليهاش حتى تبرد. الا خليتوها حتى بردات راه كتهرس لكم كامله وكتضيع لكم. يعني قطعوها هي سخونه وخليوها في المقله حتى تبرد، عاد حيدوها من المقله كما شفتوا معايا. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما حيدتها من المقله. غادي ندوز باش نحضر معكم الحرشه. عندي هنايا 500 غرام ديال السميده رقيقه، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال الزبده، خماره وزن 7 غرام، كاس ديال السكر. بالنسبه للكاس اللي عبرت به غير الكاس العادي ديال اتاي، انا عندي هذا الكاس داك الصغير اللي كيكون شويه عريض ديال اتاي. عفوا. نتوما اي كاس عندكم ديال اتاي عبروا به ماشي مشكل. ناخذ كاس ديال الزيت هنايا ما عامرش، تقريبا كاس لاروب، حيتاش عندي ديك المعلقه ديال الزبده كتكمل تقريبا كاس. صافي. وغادي نبسبس هذاك السميد، غادي نبسبسو بهذاك الزيت والزبده، غادي نبسبسو مزيان حتى يدخل ليا هذاك الزيت في السميد مع الزبده. وغادي نجمعها غير بالماء. صافي. هنايا كندوز كنجمعها بالماء اللي كيكون غير دافي. هاد الحرشه البنات راه اقتصاديه وكتجي زوينه حتى هي، ما فيها لا بيض لا حليب. صافي. كنبقى كنضيف في الماء وكنخلط غير بالاصابع ديالي. كما كنعرفوا الحرشه البنات راه ما كنحتاجوش اننا نعجنوها ولا ندلكوها، كنجمعوا غير بالاصابع ديالنا باش كتجينا الحرشه زوينه. صافي. كيكون هذا هو القوام اللي حصلت عليه كما شفتوا معايا. ما كتكونش العجينه جاريه وما كتكونش ثقيله، كتكون مرخوفه في القياس. هنايا كنجيب المقله الثقيله، دهنتها هنايا بالزبده ورشيت عليها سميده رقيقه. صافي. غادي نبسط عليها نبسط فيها ديك الحرشه ديالي. هنايا كنكون مسخنه الفران من قبل. صافي. كنبقى نرش في السميده وكنقاد في ديك الحرشه. في الاخير كنقادها بهذه الطريقه، وكنجيب واحد المعلقه وكنقادها من الجوانب باش كيجيوني الجناب ديالها مقادين. صافي. وكنحاول نحيد داك لاطراس ديال الصباع باش ما يجوناش الاصابع ديالنا مطراسين فيها. حاولوا انكم تقادوها بهذا الشكل، اولا ملسوها من الفوق غير بالمعلقه باش يحيدوا لكم دوك الاصابع ما يجيوش باينين فيها من الطيب. صافي. كنشعل عليها كما قلت لكم الفران كيكون مسخناه من قبل، كنشعل عليها من الفوق من التحت كتكون عافيه متوسطه حتى كتحمر. وكنخرجها. من بعد ما كنخرجها كيكون هذا هو الشكل ديالها. كتجي زوينه البنات، اقتصاديه وكتجي هشيشه ومقرمله في نفس الوقت. هاد الحرشه كتماشى بزاف مع الفرomاج، كتجي زوينه بالفرماج. اللي داقها عندي كتعجبو كيطلب ليا المقادير. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما بردات كما شفتوا معايا. هنايا ولات دافيه مابقاش سخونه، كيجي الشكل ديالها زوين. واللي داقها عندي كتعجبو كيطلب ليا المقادير. نتمنى حتى نتوما ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بالنسبه للقرملو البنات راه كتجينا هشيشه وكتجي لذيذه حتى هي في المذاق. اللي داقها عندك غادي يطلبك على المقادير. كتوجديهم يعني في رمشه عين على ما كيدخلوا الضياف. لما تعمري اتاي كتوجديهم كديرهم في الفران، لا بالنسبه للحرشه ولا بالنسبه للقرملو، يعني راه كيوجدوا معاك في رمشه عين على ما تعمري اتاي كيكونوا حتى هما موجودين. غير كاوكاو خاص يكون محمره من قبل. ولا بغيتي ديري كاوكاو كديري غير اللوز وكديري الباقي ديال الفواكه الجافه، اي حاجه متوفره عندك كديريها. يعني شي حاجه اللي زوينه وصحيه بالفواكه الجافه. نتمنى انكم تجربوا هاد الحرشه وقرملو اللي حضرت معكم، يعني شي وصفات اللي ساهلين واقتصاديين وكيجيونا زوينين البنات. نتمنى انكم حتى نتوما تجربوهم ان شاء الله. اللي داقهم عندي كيطلب لي المقادير. يعني شي حاجه اللي زوينه وبصح كتستحق التجربه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا منه. الا عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيوه مع العائله ومع الاحباب والاصدقاء باش القناه ديالي تكبر وتزيد لقدام ونستافدوا الجميع. وما تنسوش تخليوا لي التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتشجعني، وكنقول لكم شكرا لكم من القلب وبسلام عليكم الى الفيديو الجاي ان شاء الله.